السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مكشخين وأحلى متابعين وأحلى جمعية في العالم هي الترجي الرياضي التونسي. لكن قبل نبدأ الفيديو أرجو منكم الدعم، جيم، بارتاج، وأبوني في الشين يوتيوب وماكس بارتاج، خلي الفيديو يوصل. كان موضوع مهم برشا اليوم، موضوع يوسف البلايلي بنسبة كبيرة معناها نقولوا احنا ما صححش العقد مع الترجي الرياضي التونسي، وتخلف على الكشوفات الطبية، وكيف اللي مشى الجزائر من غير حتى ما يشاور الترجي الرياضي التونسي. وحسب ما شفت انا الصور البارح مع جمال بالعمري اللي هو المدير الفني المدير تاع الجزائر، بنسبة كبيرة ما نعرفش يمكن يوسف البلايلي يمضي مع مدير الجزائر، يمكن لا يمضي التونسي يوسف البلايلي ما حابش يمضي العقد. معناها تبحث على البديل من طويك، على خاطر ماناش نقعد نستناو حتى كبير وملاعبي عنده امكانيات كبيره. وملاعبي انا واحد من الناس نحبه يوسف البلايلي، وملاعبي يبقى اسطوره من اساطير الترجي التونسي وقدم مستوى ممتاز مع الترجي. لكن كما هو عطى الترجي التونسي زاد يوسف البلايلي، الترجي التونسي عطى الكثير ليوسف البلايلي وعرفت بيوسف البلايلي وقدمت الكثير ليوسف البلايلي. بالنسبه لي انا الموضوع المطروح تونس وما صححش العقد بموسمين مع الترجي الرياضي التونسي، وتسمى معناها للاسف معناها طعنة ظهر ليوسف البليلي لجمهور الترجي الرياضي التونسي، ومعناها مشكلة كبيرة لو يوسف البليلي باش يخسر محبة الترجي التونسي، جمهور الترجي الرياضي التونسي ليه بصفة كبيرة، على خاطر جمهور الترجي التونسي صحيح يحب الملاعبي اللي معناها يوفي بالوعد. معناها انت كملاعبي لازم توفي بالوعد نتاعك، معناها برجولية وكذا لازمك معناها ملاعبي توفي بالوعد نتاعك، تكون تعمل وعد تكون قد الوعد هذاك، لازم تكون قد الوعد ولازم تكون راجل وتصح، على خاطر انت عطيت وعد الجمهور الترجي التونسي وعطيت زاد وعد المسؤولين في الترجي ورئيس النادي اللي معناه بالصح في الترجي الرياضي التونسي. معناه ما تجيش في ليلة وضحاها تغير رايك وتمشي للجزائر من بعد ما تجيش لتونس وتقعد غادي في الجزائر وما نعرفوش نشوفوا في الكواليس اللي معناها صورة مع جمال بالعمري، معناه اللي هو معناه نقول احنا المدير الفني مديرية الجزائر. معناه اش تعمل انت مع جمال، اش تعمل انت مع جمال بالعمري واش تعمل مع زاد المسؤولين في مديرية الجزائر الوقت هذا بالذات اللي كنت معناه بالصح مع الترجي الرياضي التونسي باش تمضي عقد. وهذا لفت على الكشف الطبي وهذا هو اللي مش مقبول ومش معقول من ملاعب كبير كما يوسف البلايلي، على خاطر انت عطيت وعد باش تلعب مع الترجي الرياضي التونسي كلمة رجال، كلمة رجال باش تلعب مع الترجي التونسي بالصح عقد بعامين. فهمتش انا علاش تغير في رايك وبين ليلة وضحاها وتلعب معنا بجمهور الترجي وتلعب بالترجي كما تحب؟ هذا مش مقبول ومش معقول من يوسف البلايلي ومن ملاعبي كبير اسمه يوسف البلايلي. ملاعبي حبيناه، ملاعبي شفنا معاه احلى الايامات، هو كيف شاف مع الترجي احلى الايامات وعرف في العالم الكل عرف البلايلي فضل الترجي الرياضي التونسي اللي معناها ردوا ملاعبي عالمي، ملاعبي عنده امكانيات كبيره، ملاعبي اللي صقلوا الموهبه نتاعو ووراه للناس وللعلن اللي هو الترجي الرياضي التونسي. نادي الترجي التونسي الكبير، نادي الترجي التونسي العريق في افريقيا وفي العالم. بالنسبه لي انا الترجي التونسي من الفرق الكبيره في افريقيا وفي العالم، الترجي التونسي اللي عرفك بالناس وعرفك بالمسؤولين وعرفك بالناس الكل بجمعيات الكل، عرفت يوسف البلايلي بفضل الترجي الرياضي التونسي. وهذا حتى واحد ما ينكر الفضل هذا، صحيح انت موهبه وعندك امكانيات كبيره وملاعبي مهاري وقدمت كل ما عندك، لكن فضل الكل يرجع للترجي هذا التونسي. معناها لو انت مش بالصح العقد كنت نجم معناها تعمل فيديو معناها قبل معناها من الصيف تقول راني بالصح مع المدير نتاع الجزائر وراني تونسي ومانيش باش نصح عقد مع الترجي التونسي باش نمشي نلعب في المدير نتاع الجزائر ونرجع لبلادي الجزائر. والله يكون معناها نقول احنا فيديو باهي فيديو انيق، لكن بالفازات هذوما انك تغدر بالترجي التونسي هذا مش مقبول ومش معقول. التزم بالقوانين في النادي والا ما نشوفوا البديل. لازم الان نبداو نبحثوا على البديل اللي فما عديد الامثله، فما الاكثريه احسن معوض هو سفيان بوفال اللي معناه ما عنده حتى عقد وعنده امكانيات كبيره وملاعبي مغربي دولي ومعروف وفنان وعنده امكانيات كبيره ومهاري، وزاد كيف عنده نفس القيمه متاع يوسف البلايلي. سفيان بوفال عنده نفس القيمه متاع يوسف البلايلي، وانا كان تحب تمشي لبعيد في رابطه الابطال الافريقيه لازم تنتدب سفيان بوفال، لازم حمدي المدب وشكر الواعر الكل معناه يلتفوا حول الصفقه ذي ويتموا صفقه سفيان بوفال اللي هو احسن لاعب واحسن معوض بالنسبه لي انا. معناه لازم حمدي المدب يحط الباكو على الصفقه هذه ومهما كانت التكاليف،
على خاطر ملاعبي عندهم إمكانيات كبيرة. ملاعبي عمره 32 سنة وأصغر من يوسف البليلي بعامين، وعندهم إمكانيات كبيرة. ملاعبي مهاري مراوغ فنان نحتاجوه معناها نحن في رابطة الأبطال الأفريقية، وإن شاء الله الصفقة تتم هذه لو كانت تتم بصفة كبيرة. وأرجو منكم تدعمونا باك جيم بارتاج وأبوني في القناة يوتيوب. يا أحلى مكشخين وأحلى متابعين، إلى اللقاء.